طيب هنتكلم بقى دلوقتي عن الميثانول، وعن حاجة تانية اسمها الجلايكول. طيب الميثانول اللي هو الكحول الميثيلي، الجلايكول ده اللي هو إيه؟ هنتعرف عليه بالتفصيل. طب يا ترى هو أنا باعمل إيه بالضبط؟ أنا بابدأ إن أنا أجيب الميثانول بتاعي، أو بابدأ إن أنا أجيب الجلايكول اللي إحنا قُلنا عليه، وهنبدأ بعد كده إن إحنا نحقنه في الخط اللي شايل غاز عندنا. طب يا ترى هو إحنا بنعمل كده ليه؟ فاكرين لمّا إحنا اتكلمنا عن الhydrate formation temperature وقُلنا إن إحنا محتاجين إن إحنا نقللها شوية؟ طبعًا. طيب هو الموضوع ده بيتم إزاي؟ الموضوع ده بيتم عن طريق إن أنا لمّا باضيف الميثانول بامنع بشكل كبير جدًا التكوين بتاع الهيدريت عند درجة الحرارة اللي كان عليها. بمعنى آخر إن الهيدريت بدل ما كان هيتكوّن عند درجة حرارة X، هيتكوّن عند درجة حرارة أقل من X. طب أقل من X بقد إيه؟ على حسب حاجات كتيرة جدًا، من ضمنها مثلًا يا ترى هو الflow rate بتاع الغاز كام؟ يا ترى هو الflow rate بتاع الميثانول اللي أنا باحقنه كام؟ يا ترى هل الميثانول اللي أنا باحقنه ده عبارة عن pure والّا في concentration من المَيّة موجود معاه؟ يا ترى يعني هو pure والّا في نسبة مَيّة؟ الكلام ده كلّه طبعًا بيفرق معايا. طيب خلّينا بس دلوقتي كده نتكلّم، يا ترى هو أنا دلوقتي عندي ميثانول، هو الميثانول دوّة بيتكوّن من إيه؟ هو في الأول وفي الآخر الميثانول ده هو عبارة عن هيدروكربون، ماشي؟ طيب MEOH يعني إيه؟ يعني هو عبارة عن مجموعة ميثايل ومعاها OH، أو مجموعة هيدروكسيد، ماشي؟ طيب ده بالنسبة للميثانول. طب بالنسبة بقى للchemical injection نفسه، يعني أنا دلوقتي باحقن chemical، إيه نوع الchemical اللي أنا باحقنه؟ ما إحنا لسه قايلين الميثانول. طب هو أنا باحقن بس ميثانول؟ لأ طبعًا، أنا باحقن حاجة تانية، هي الmono ethylene glycol أو الMEG. يبقى أنا دلوقتي عندي الجلايكول بتاعي، أو عندي الميثانول، لا إما باحقن الميثانول، لا إما باحقن الجلايكول بتاعي. طب إحنا عاوزين نعرف هو إمتى إحنا بنحقن الميثانول، وإمتى بنبدأ إن إحنا نحقن الجلايكول؟ ده كله طبعًا هنتعرف عليه بالتفصيل. طب هو أنا باضيف الchemical اللي هو الميثانول أو الجلايكول ده ليه؟ ده عشان أقدر إن أنا أعمل inhibition للhydrate formation، عشان أمنع التكوين بتاع الهيدريت، ماشي؟ طيب يبقى أنا دلوقتي في حاجات كتير باخد بالي كويس جدًا منها أثناء ما أنا باعمل حقن للميثانول أو الجلايكول في الخط بتاعي الغاز بتاعي، بحيث إن أنا أعمل inhibition للتكوين بتاع الهيدريت. إيه الحاجات اللي أنا آخد بالي كويس جدًا منها؟ هي الlocalized points. يعني إيه localized points؟ زي ما إحنا قُلنا قبل كده، في نقط معيّنة في الخط ممكن الضغط فيها يقل بشكل جامد، وبالتالي درجة الحرارة هتبدأ إنها تقل بشكل جامد، وبالتالي المنطقة ديّة ممكن يتكوّن فيها هيدريت. عشان كده أنا هابدأ قبل منها إن أنا أعمل injection للميثانول أو الجلايكول، ماشي؟ يبقى في شوية نقط معيّنة في الخط بتاعي هي محور الدراسة أو محور الاهتمام، اللي بناءً على الحاجات ديّة كلّها هابدأ إن أنا أقول أنا محتاج إن أنا أعمل حقن جلايكول أو ميثانول في النقط دي أو المناطق دي، ماشي؟ ديّة الحاجة اللي بعد كده. الحاجة التانية هو إن في بعض النقط زي ما إحنا قُلنا، إن الغاز ممكن يكون ماشي فيها بدرجات حرارة أعلى شوية من درجات حرارة تكوين الهيدريت، ففي أي وقت ممكن درجة الحرارة تقل حاجة بسيطة، فتدخل في الhydrate formation temperature فيتكوّن عندي هيدريت. دي بالنسبة لي برضه عبارة عن critical point، أنا محتاج إن أنا آخد بالي كويس جدًا منها أثناء ما أنا باعمل design للخط بتاعي. الحاجة اللي بعد كده هي الgas gathering system in pressure declining field. يعني في بعض الأحيان ممكن يكون الpressure بتاعي في الآبار أو في الحقول ديّة بيبدأ إن هو يقل، فنتيجة كده أنا مثلًا باكون عارف إن أنا في بعض الأحيان بيكون عندي مجموعة من الآبار بتبدأ الضغط بتاعها إن هو يقل. طب طالما الضغط بتاعها بدأ إن هو يقل، طب ما هو لمّا الضغط يقل يبقى أنا كده ممكن أكون طلعت برّه ضغط اللي بيتكوّن عنده هيدريت، لإن الهيدريت بيتكوّن عند ضغط عالي. فبالمنطق لمّا الآوار بتاعتي الضغط بتاعها بيبدأ إن هو يقل، فأنا كده مش هيتكوّن عندي هيدريت، ماشي، الكلام دوّة منطقي. ولكن أنا مع الوقت نقدر نقول إن الضغط ما بيكونش كبير ومرّة واحدة يبقى صغير، لأ هو بيبدأ إن هو يقل تدريجيًا. فأثناء ما هو بيقل تدريجيًا، أنا still برضه محتاج إن أنا أعمل injection. طيب في بعض الأحيان وأنا باعمل injection
أنا دلوقتي عندي الضغط بيبدأ إن هو يقل تدريجيًا، ففي الحالة دي أنا مش محتاج إن أنا أحقن أوي زي الأول، عشان كده برضه أنا محتاج إن أنا أعمل injection لغاية ما أكون متأكد إن الضغط بتاعي خلاص مش هيكوّن أصلًا عندي hydrate، ففي الحالة دي هابدأ إن أنا هاوقّف injection. الحالة اللي بعد كده بيقول لك في بعض الحالات بيتكوّن عندي short duration hydrate. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في منطقة معيّنة ممكن يكون حصل فيها إن الضغط زاد بشكل غير طبيعي، فاللحظة ديّة اتكوّن فيها hydrate، والمفروض بعد كده إن الضغط هيبدأ إن هو يقل، فالمفروض إن الhydrate ده يبدأ إن هو يتفك، ولكن مش الطبيعي إن هو هيتفك على طول، ماشي، ممكن برضه ياخد وقت. عشان كده أنا في الحالة دي مضطر إن أنا أضيف chemical معيّن يدوّب لي الhydrate اللي اتكوّن. إيه هو الchemical ده؟ هو الميثانول. طب هل ينفع أضيف الجلايكول عشان أقدر إن أنا أدوّب الهيدريت اللي اتكوّن؟ لأ. نقدر نقول إن الميزة في الميثانول إن هو بيعمل حاجتين، الحاجة الأولانية هو بيمنع تكوين الهيدريت، الحاجة التانية هو إن هو بيفُك الهيدريت لو اتكوّن. ولكن الجلايكول ما بيعملش كده، الجلايكول بس بيعمل المهمة الأولى اللي هو بيمنع تكوين الهيدريت. طيب لو الهيدريت اتكوّن، هل الجلايكول بيقدر إن هو يفُكّه؟ لأ، الجلايكول ما بيقدرش إن هو يفُكّه، ولكن الميثانول هو اللي بيقدر إن هو يفُكّه. ففي الحالة بتاعة تكوين الهيدريت اللي أنا خلاص محتاج إن أنا أفُكّه بشكل سريع، بابدأ إن أنا أضخ ميثانول. طيب إحنا عاوزين نعرف مقارنة برضه، هو إحنا قُلنا عشان أقدر إن أنا أمنع تكوين الهيدريت ممكن أستخدم الميثانول وممكن أستخدم الجلايكول. طب يا ترى أستخدم مين فيهم؟ ده إن شاء الله اللي إحنا هنتعرّف عليه، ماشي؟ طيب هو هنا دلوقتي بيقول لك إن الhydrate inhibitor، ماشي، هي بتعادل نفس فكرة الantifreeze، يعني حاجة بتضاد التجمُّد، ما بتخلّيش المَيّة مثلًا إنها تتجمِّد. كذلك برضه الhydrate inhibitor بتمنع تكوين الhydrate بتاع المَيّة مع الغاز بتاعنا. يعني خلّينا مثلًا ندّي المثال ده، أنا دلوقتي عندي ده الميثين بتاعي، الميثين عشان يقدر إن هو يكوّن hydrate فلازم درجة الحرارة والضغط يكونوا في المنطقة اللي أنا مظلّلها دي. طيب خلّينا بقى نسأل سؤال، هو أنا لمّا هاضيف الميثانول أو الجلايكول، إيه اللي هيحصل في الكيرف ده؟ اللي هيحصل في الكيرف ده إن هو هيبدأ يتشفّت لفوق على الشمال. بمعنى آخر نقدر نقول إن اللي هيحصل في الحالة دي إن أنا هيكون الخط ده هيكون مثلًا موجود هنا كده. طب لمّا الخط ده يكون موجود هنا، ففي الحالة دي بدل ما الهيدريت كان هيتكوّن في المنطقة دي، خلاص مش هيبدأ إن هو يتكوّن لإن أنا كريتّ خط جديد. بمعنى آخر إن الخط الجديد ده ناتج نتيجة إن أنا ضخّيت هيدريت inhibitor في الخط، اللي هو مثلًا جلايكول أو ميثانول. ففي الحالة دي عشان أقدر إن أنا أكوّن هيدريت لازم أكون في المنطقة دي، اللي هي إيه، اللي هي هنلاحظ إن أنا دلوقتي محتاج ضغط أكبر شوية ومحتاج درجة حرارة أقل. زي ما إحنا شايفين قدّامنا، يعني أنا دلوقتي ده عندي الميثانول بتاعي بدل ما هو هيكون هنا، لأ ده هو هيكون هنا. طب هيكون هنا ليه؟ هيكون هنا لإن أنا لمّا ضخّيت الميثانول أو الجلايكول، ففي الحالة دي فرصة تكوين الهيدريت أو الprobability بتاعة تكوين الهيدريت هتبدأ إنها تقل، نتيجة إن أنا غيّرت الconditions أو الهيدريت formation condition اللي ممكن يتكوّن عندها هيدريت، ماشي. طيب خلّينا بقى نتكلّم شوية كده عن الchemical composition بتاع الميثانول، هو بيتكوّن من إيه والكلام ده كلّه. طبعًا الميثانول زي ما إحنا قُلنا قبل كده هو عبارة عن مجموعة ميثايل معاها مجموعة هيدروكسيل، ماشي، ده الميثانول، هو عبارة عن الكحول الميثيلي. طيب الكحول الميثيلي أو الميثانول ده هو بيعمل إيه؟ هو أول حاجة بيبدأ إن هو يعمل dissolution للهيدريت. بمعنى آخر لو الهيدريت بتاعي بدأ إن هو يتكوّن، فالميثانول بيبدأ إن هو يدوّب الهيدريت بسرعة شديدة. دي أول حاجة. الحاجة التانية هو إن هو ما بيتفاعلش كيميائيًا مع الnatural gas بتاعي، يعني ما فيش تفاعل كيميائي بيحصل ما بين الغاز اللي أنا بانتجه وبين الميثانول اللي أنا باضخه في الغاز بتاعنا. طيب الحاجة اللي بعد كده هو الcorrosion، وهو إن الميثانول ما بيعملّيش corrosion. الحاجة اللي بعد كده هو الcost effectiveness، يا ترى هو غالي والّا رخيص؟ بيقول لك لأ، هو يعني سعره معقول بناءً على الاستخدام بتاعه، ماشي. الحاجة اللي بعد كده هي الsolubility، هل الميثانول ده بيدوب في المَيّة؟ بيقول لك إن هو فعلًا soluble in water at all concentration، عشان كده هو كويس.
ما هو أنا دلوقتي عندي المَيّة هي اللي بتكوّن لي هيدريت، فالميثانول لمّا أنا باضخه أو الجلايكول لمّا أنا هاضخه هنشوف بعد كده عشان يقدر إن هو يمنع تكوين الهيدريت، يا ترى هو بيعمل إيه؟ هو الفكرة هنا إن هو بيعمل زي حاجز كده ما بين المَيّة والغاز، ففي الأول وفي الآخر إحنا نقدر نقول إن هو بيعمل barrier ما بين المَيّة والغاز، فبيمنع تكوين الهيدريت عند درجات الحرارة والضغط ده، وده عن طريق إن هو بيعمل solubility في المَيّة، يعني هو بيدوب في المَيّة، فنتيجة إن هو بيدوب في المَيّة نقدر نقول اللي هو بيشِت أو بيزُق المَيّة بعيد عن الغاز بحيث إن ما يتكوّنش عندي هيدريت. يبقى بالنسبة للhydrate formation inhibition نقدر نقول إن الميثانول بيأثّر بشكل كبير جدًا بحيث إن هو بيقلل من درجة حرارة تكوين الهيدريت، وطبعًا كل ما درجة حرارة تكوين الهيدريت تكون أبرد ده حاجة كويسة بالنسبة لي. يعني أنا مثلًا لو عندي غاز بيكوّن هيدريت عند درجة حرارة 30 وعندي غاز تاني بيكوّن هيدريت عند درجة حرارة مثلًا 5 سيليزيوس، فأنا بالنسبة لي التاني ده أحسن، ليه؟ لإن هو مش هيكوّن لي هيدريت أصلًا إلا لمّا أقلل درجة الحرارة جامد، ماشي؟ فده طبعًا بيكون حاجة أحسن بالنسبة لي يعني، ماشي؟